السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. طيب هنخش في المسألة اللي بعدها. قال لك سوليدر اند بانانس. الفكرة في المسألة هنا ايه؟ طيب بص، مبدئيا بس لو انت في الترجمة، لو انت في بداية حياتك والترجمة واقفة معاك، اولا هتحاول تشوف الترجمة تترجم، هتحاول تترجم. ما عرفتش هتشوف الانبوت ايه، تمام، وتشوف الاكزامبلز، تشوف الحاجات دي كويس جدا، تمام، بحيث انك تكون لاقط. خلاص غلب حمارك خالص، اطلع على الترجمة بتاعت جوجل تجرب. المهم، قال لك ايه؟ قال لك في جندي، تمام، عاوز يدخل محل يجيب موز. جميل، هو دخل المحل عشان يجيب موز اهو. قال لك نظام المحل، قال لك لو انت هتاخد موزه هتتحسب بدولار مثلا. طب لو انت هتاخد موزتين، لا هتبقى، لو انت يبقى الموزه الثانيه ب 2 دولار. خلي بالك، مش الموزتين ب 2، لا الموزه الثانيه ب 2 دولار. يعني لو هياخد الموزتين هيبقى 3 دولار. تمام تمام. فقال لك ان صاحبنا ده بيبقى داخل بعدد دولارات معاه هو معين، وهو بيبقى عاوز كميه معينه. حلو حلو. طب قال لك الانبوت ايه؟ يبقى ركز معايا معلش. قال لك ان هو لازم يكون في سعر للموزه، ولازم يكون نعرف عدد الدولارات اللي معاه، ونعرف هو عاوز كام موزه. صح كده؟ جميل قوي. طيب عشان برضو نشرح الموضوع بشكل اعمق شويه. تمام. قال لك يعني، قال لك ان انا عاوز، هو الجندي ده هو هيديك هو هيديك المعطيات، اللي هو ان الجندي داخل وليكن ب 17 دولار. تمام. وقال لك هديك برضو معطى ان الموزه الواحده ب 3 دولار، او سوري، الموزه الاولى ب 3 دولار. 3 دولار. تمام. وقال لك انا عاوز 4 دولار. طب تعالى بحسبة كده جميلة بسيطة، هنعمل ايه؟ هو الموزة الأولى ب 3 دولار، صح؟ طب الموزة التانية هتبقى ب 6 دولار، صح؟ طب التالتة، طب الرابعة، وهكذا لحد ما توصل لرقم 4. طب جميل قوي. دون كده انت جبت، وليكن مثلا لو انت وصلت التلاتة في 3، 3 في 4 اهو. 3 في 4 هيديك 12. تمام؟ تمام. لا، 3 ثانية، انت هتجمع 3 في 1 زائد 3 في هيديك حوالي 30 دولار. تمام تمام. يبقى كل ده توتال، كل الحسبة دي توتال 30 دولار، مش ال 3 في 4 بس، خلي بالك. لا، ده هو ال 3 في 1 زائد 3 في 2 زائد 3 في 3. ممكن نحسبها انا وانت دلوقتي حالا. تمام. قال لك اهو 3 في 1 زائد 3 في 2 زائد 3 في 3 زائد 3 في 4. تمام. ثواني عشان احنا حسبنا غلط. 3 في 1 ب 3، 3 في 2 هو تقريبا 3 في 1 بالتلاتة، 3 في 2 بالستة، 3 في 3 بالتسعة، 3 في 4 بال 12. 30 دولار. تمام تمام. يبقى توتال 30 دولار، والمعلم معاه 17 دولار، فقال لك ماشي هيستلف من صاحبه. تمام. يبقى الرقم ده اللي هو 30 ناقص 17، فهو هياخد من صاحبه كام؟ هياخد من صاحبه 14 دولار. هياخد سوري، من صاحبه 13 دولار. تمام تمام، بس كده. فهو قال لك الفكره، انا عاوزك تقول لي هل هو هيسحب من صاحبه؟ هيسحب كام؟ 13 دولار مثلا. الفكره انك تطبع له هو هيسحب كام بعد الحسبه المعقده دي كلها. مش عارف ايه السؤال الغريب ده. تعالى يا باشا توكل على الله. هو قال لك هديك انتجر كي ان دبليو. كي اللي هو ايه؟ سعر الموزه الاولى. ان اللي هو ايه؟ الدولارات اللي معاه. دبليو وهو كميه الموز. تمام. وهنضيف متغير ثالث نبقى نشوف ده هيعمل ايه بعدين. تمام. وانا هديني شغال دلوقتي، المهم هتعرف دلوقتي. واعمل سي ان للكميات اللي اليوزر هيدخلها. كي ان دبليو. حلو قوي. هنعمل بقى فور لوب. ركز معايا، الفور لوب دي هتبدا من عند الكام؟ طيب احنا عاوزين نعمل العمليه الحسابيه بحيث ان احنا نطلع له التوتال، توتال الرقم. تمام. مش عاوزين نطبع له قدامه العمليه تمت ازاي، احنا عاوزين نقول له توتال الرقم. هنقول له ازاي توتال الرقم؟ اولا لو انت عملت صفر
هتشوف الغلطه الشنيعه اللي احنا ارتكبناها. اي بلس بلس. تمام، تعالى كده شوف. انا كنت عامل الريزولت علشان ازود عليه، تمام، عشان ازود عليه ويحفظ القيمه. تمام، او ريزولت ايكوال بلس ايكوال. تمام، طيب ادي الكي دي هتتضرب في الاندكس في الاندكس. طيب اول اندكس هيتضرب في زيرو، فمعنى كده ان الموزه الاولى راحت، ومعنى كده ان الاندكس الاول راح. فاحنا لا، احنا مش هينفع نبدا الاندكس بزيرو، احنا هنبداه بواحد. فاحنا هنعمل كي في الاندكس. تمام كده، هيبدا بقى ايه؟ لو هو جاب هنا مثلا 3 في 1 هيحفظها هنا، جاب 3 في 2 هيحفظها في الريزولت، هيفضل يزود على الريزولت، هيفضل يزود. جميل. طيب تعالى بقى نطبع له القيمه. فاحنا هناخد الاف كونديشن اف ريزولت اكبر من الان، من عدد الدولارات. تمام، طبعا احنا غلطنا غلط هنا شنيع دلوقتي، لان ده عدد دولارات، ده المفروض يبقى دبليو مش ان. المهم قال لك لو الريزولت اكبر من عدد الدولارات اللي معاه، فانت هتعمل لي هتطبع لي سي اوت ريزولت ناقص الان، ريز ناقص الان. تمام، else هتسي اوت صفر. هتقول لي ليه عملت سي اوت صفر يا محمد؟ اقول لك علشان لو هو مفيش فلوس سلف، خلاص يبقى سي اوت صفر وانتهى الموضوع. فاهمني؟ يعني عكس الشرط ده يبقى سي اوت صفر. تمام، تعال نجرب. قال لك الموزه الاولى ب 3 معايا 17 دولار، هاخد كميه 4، طلع لي واحد. في غلط عملناه، واحد دي غلط، المفروض تبقى 13. ايه الغلط ثواني. كي ان دبليو. تمام، الكي في الاي. تمام، الريزولت احنا عاملين تزويد اف ريزولت اكبر من ان، سي اوت الريزولت ناقص الان. طيب هو انت في حاجه؟ الايكوال يا عم، الايكوال عشان نحافظ على القيمه، نحافظ على المرات اللي هو هيطبع فيها، لان هو كده في مره نقصها المره الاخيره. انا عمال اقول في المشكله ان عيني لامحه حاجه، انا عاوز اعرف هو ايه. طيب هيبقى الرقم كام الرقم؟ 3 17 4، طلع لي 13. هتاخد كودك الجميل ده كنترول ايه كنترول سي، وهتيجي هنا على سبميت 5 4 6 5 4 6 ايه، احفظ معايا 5 4 6 ايه. تمام، وسبميت. تعال نشوف. اكسبتد اكسبتد زي الفل. وبس كده يا جماعة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله نستمر في السلسلة دي. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.